ذكر البيسكر بي 3، طبعا الناس كلها تقول لك ده بيليك، ده بيسرب، ده بيعمل حاجات كتير بتتقال على هذا التانك المظلوم حقه في طريقة استعماله. انا النهارده عامل لك ريفيو او عامل لك شرح العيوب. بص انا عامل له يعني نعتبره ايه، دردشه. ده مش هنعتبره كريفيو، اي نعم انا عامل انبوكسنج وشرح الموضوع في الانبوكسنج والكلام ده كله، ولكن ده مثلا ممكن نعتبر القسم دوت او الجزء ده من الفيديو للناس اللي هي لسه هتبدا جديد. ولكن هو التانك قديم، التانك موجود في السوق المصري وانا برشحه لناس كتير، فانا هعمل لك الفيديو دوت عشان خاطر لما بتيجي تسال حد عليه يقول لك عليه مشاكل، لا انا حلل لك المشكله وقايل لك التركايه في تركيب الوكايه بتاعته اللي بتمنع الليك او بتمنع التسريب. ومقدمه سريعه للتانك دوت، التانك دوت تبع شركه فاندي فيف. فاندي فيف هي اللي عامله الكايلن في 1 وفي 2 وفي 3، هي اللي عامله المش والمش برو، اشهر تانكات تعتبر موجوده في السوق المصري. هنا التانك يعني مهدور حقه، تانك اتظلم بسبب سوء استعماله. اي نعم الوكايه محتاجه سن التركايه في تركيبها، ولكن انا النهارده موجود عشان احللك المشكله بتاعته، عشان اسهل عليك التركايه او المشكله اللي بتقابلك فيه او هتقابلك فيه. وغير كل ده وده ان التانك ده المفضل الى قلبي هو والاكسبرومايزر في 4. فعندك هنا في الكومنتات قول لي برضو لو حابب ان احنا نعمل ريفيو او فيديو زي دوت للاكسبرومايزر في 4، بحيث انت لو محتار تشتري ده ولا تشتري ده، عايز تشتري ده ولا تشتري ده، عايز تعرف المميزات بتاعت ده والمميزات بتاعت ده، فانا هعمل لك الاثنين. لو انت حابب اديني رايك تحت في الكومنتات. ويلا بينا نخش على الانبوكسنج والتركايه اللي احنا عاملين من اجلها الفيديو. يلا بينا. وهذا هو محور حديثنا النهارده، تانك بيسكر بي 3 تبع فاندي فيب، واللي مصممه هو أليكس فيبرز. وطبعا ده اللوجو بتاع فئة البيسكر. هنا هنتفرج على التانك والديزاين بتاعه، وهنتفرج على محتويات العلبة، ونبدأ نركب الوكاية مع بعض ونقول لك السر اللي انا عامل الفيديو مخصوص عشانه واشرحه لك بالتفصيل. بيجي طبعا مجموعة اورنجات وشوية مسامير وشوية حركات كده، والكويلات اللي بتيجي معاه تبع فاندي فيب. برضو الشركة بترشح لك هنا انك افضل كويل تشرب عليه 6 لفات 2.5 مللي، والافضل يكون نيكروم 80. هو نفس الكويلات اللي هو عاملها لك معاه الكليبتون، ولكن انا هستخدم كويلات تانية هاند ميد. الالانكيه يا معلم اللي بيجي مع الجهاز برضو هنا، لان المسامير هفهمك هوريك حاجه دلوقتي دقيقه للغايه، لازم الالانكيه الصغير ده هو اللي يكون موجود. وعندك بقى اليوزر مانوال يا راي، اللي بص بيتفتح عباره عن جرنان. بص افتح، بص افتح، بص تحس ان انت داخل عمليه ايه، حرب. انا مش فاهم ايه كل الدقه، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ انا هنا عشان اسهل عليكم الدنيا دي. وهنا بقى الاضافات اللي بتيجي مع الجهاز، 2 دريب تيب اضافي. التانك بيكون معاه اصلا بيكون جاي بالازازه الصغيره ديت، وبيكون هنا في الازاز الزياده اللي انا مركبه البابل مع التشيميني. وعندك 2 بابل لونهم اصفر، زائد الاربع بنات هنا 3، وهنا بيكون راكب ال 1.2 0.8 1.4 1.2 2 بوينت. فخلينا بص نخش جوه الميكانيزم والحاجات اللي بتشد انتباهي هنا، ونرجع نكمل كلامنا. مبدئيا كده واحنا بنفك التانك هنا، التانك مقسم الى اقسام كتير. التانك معانا هنبدا نفوره الوقت انت بتفك سنه صغيره كده، وتبدا تشد الحته السوداء دي وانت بتفك. بص شد كده عشان لو ما فكتهاش ايه، هيطلع لك القاعده بتاعت البنات. بص كده اهي. هنا دي القعده والدك، خلينا نتكلم عن كل جزء لوحده. هنا القعده بالدك ومكان تركيب المسامير عندك دي بتتشال دلوقتي، عشان دي اصلا السبب او التركايه في القطعه دي لما نيجي نركب الكويل او نحل لك المشكله بتاعته اللي احنا بسببها اصلا عاملين هذا الفيديو. وهنا المسمارين اللي قلت لك احنا اتكلمنا في موضوع الالانكيه مهم جدا لذلك عشان المسمارين دول بالاخص. وهنا البنايه اللي احنا مركبينها ال 1.2، وممكن نجرب كذا بنايه عليها دلوقتي بعد ما نركب الكويل ونظبط القعده بتاعته، واقول لك السر والتركايه، واطلع اكلمك عن شويه حاجات عجبتني في التانك وحاجات ما عجبتنيش فيه. اما هنا بقى يا باشا عندك دي الميكانيزم الداخلي بتاع الهواء. طب نيجي نبص عليه ودخول الليكويد. بص الميكانيزم من جوه عامل ازاي. انت هنا حرفيا عملية دخول الليكويد للتانك هنا مش سهلة، من اصعب بص انا بحب قوي التنكات الام تي ال وبعزها بسبب ان الصياعه اللي موجوده جوه. حتى بقول لك ايه، احنا كنا بنتكلم على ارض ايه ودريبر والكلام ده كله، فكان بيعجبني قوي الالتيم اللي جوه، ظبطه النفس بتاعته مع التوب كاب بتعجبني. فما بالك بقى هنا الدقه والصياعه وكل التفاصيل والميكانيزم اللي انت شايفه دوت فين
في حته تانك ام تي ال دقيق وصغير. بص يعني الموضوع كبير، حتى لو بصيت هنا التوب كاب بص تحس قاعده حله هنا، يعني عجب. بص هنا في فراغ، يعني هات كده ده بص في فراغ اهو. عندك الشمني دوت بيتشال لو انت عايز تشيله عشان خاطر تركب الحته القصيره ديت هنا، وبعدين تقفل التانك بتاعك عادي. انما انا مركب الكبيره عشان انا بحب ايه املى التانك مره واحده وانساه شويه، او انساه اليوم كله على بعضه. نسيب الشمني دلوقتي ونركنها على جنب، ونرجع يا معلم هنا نمسك بقى الازاز بتاعنا نخلعه، وده التوب كاب بتاع التانك اهو. تيجي يا باشا اركن كده. دي طبعا القاعده اللي بتوصل هنا، بتوصل بالشيمني بتاع التانك. بص حوارات كتير عندك بقى، اوبشنات كتيره هنا انك تشيل ديت وتركب دريب تب مثلا ايه طول تاني مختلف. انا بالنسبه لي بحب الام تي ال يبقى ايه ليه وضعه كده، ليه ستايله. تعالى يا معلم اطول لا تقلق. فاحنا هنركب الشيمني الطويله ديت نجربها المره دي. وبما ان التانك اسود فاحنا النهارده هنركب له المود اللي هو الهيل 200، وهنجرب عليه ونبدا نظبط الوكايه بتاعتنا. مبدئيا كده احنا نوع الكويلات اللي هنستخدمها النهارده هي كويلات الشايب. طبعا مش محتاج اتكلم عنها كتير، خلينا ايه نجربها ونركبها مع بعض. اهم حاجه ان الكويل ينور من جوه لبره ويطفي من بره لجوه زي ما انت شايف كده بالظبط. بقى تبص معايا على رفعه الكويل. بص رفعه الكويل بعيدا عن البن قد ايه، يعني انت بترفعها حبه حلوين. انت شايف انا ممكن تشوفها حبه صغيرين، ولكن هي ايه مسافه. يعني الكويل لو جيت تركبها هتلاقيه اصلا لازق في البنايه، فانت بترفعه الحته ديت. دي رقم واحد في التركات اللي احنا عاملينها عشانها الفيديو. هنا بتقص القطن على طرف. بص انت يعني بتحط المقص على طرف التانك وتديها القصه. ده الطول المناسب اللي هنبدا بعد كده نهيش عليه ونبدا نعدل عليه. هنيجي نجيب طرف يا معلم القطنايه كده، ومش هنشيل منها كتير. هي احنا يا دوبك بنسرح للقطنايه ليه؟ عشان الليكويد يجري بشكل اسرع. هنقص القطنايه نظبطها كمان مره يمين وشمال. تعالى بقى يا رايق. هنا بقى التركايه كلها، وهنا الصياعه كلها. كده احنا قفلنا ايه الاورنج ده. بص بقى القطنيه طالعه ازاي لفوق. انا عايزها كده يا معلم، ده مش عيب، ده ميزه. هنيجي ناخد القطنيه وتنزلها ايه واحده واحده، بس هننزلها ايه في الديك اللي هنا. بص شايف الخرم دوت، ده المكان دوت اللي بيتشرب منه الليكويد. احنا هندخل قطنيه ونخرجها منه. اهم حاجه ايه بص تظبط القطنيه ان هي تبقى ايه يا دوبك خارجه ايه من المكان اللي بيخش منه الليكويد. هو ده التركية رقم واحد. هنيجي نحط الليكويد بتاعنا ونجرب اوريك دلوقتي ونطلع مع بعض. بس قبل ما نطلع وقبل ما نعمل اي حاجه لازم نعمل ايه نشغل الطرقعه. اضرب يا اللي بتضرب. طبعا انا عارف في ناس عاشقه لهذا الصوت. في ناس ما يتكيفوش من الفيب الا لما يسمعوا الصوت ده. شكرا. شكرا كويلات الشايب، شكرا على العظمه اللي انت يعني اللي احنا بص هنخرب بيها الدنيا النهارده. ونيجي نقفل التانك بتاعنا يا معلم بكل بساطه. نيجي نقفل الازازه برضو بتاعتنا من فوق. طبعا انا عارفك يا اللي بتعشق الصوت ده. معلومه سريعه. حضرتك ايا كان الاتومايزر اللي انت بتفكر تجيبه، هو اداؤه مبدئيا اداؤه اقوى مليون مره من البوت سيستم. انت بتتعامل ببطاريتين، بتتعامل بحجم كويل اكبر زي ما انت شفت كده. انا بوجه رسالتي ديت للناس اللي بتيجي مثلا تقول لك ايه انا عايز ابطل وعايز اجيب وخايف اجيب مد وتانك. المد والتانك افضل من البوت سيستم. فالتركايه بتاعت القطنايه لازم تخش مكان الحته اللي بيخش لها الجوس او الليكويد ديت، هي دي التركايه. ليه؟ لان انت عندك المشكله هنا في التانك ان المكان ده كبير جدا، وانت في الاخر انت مركب كويل واحد، فلازم تعمله بكثافه بحيث انه ما يسربش منك او ما يعملش منك اي ليك.
اما الممتع بالنسبه لي اكتر هو كميه الاكسسوارز اللي بتيجي معاه. 4 بنات، عندك 3 دريب تيب، عندك 4 ازاز سبير احتياطي، عندك كميه اورنجات بالعبيط، شويه مسامير بالهبل. اصلا الشركه بتديك معاه كويلين يا معلم، دلع نفسك. وغير كده وكده ميكانيزم الهواء في التانك هنا زي ما وريتك برضو من الحاجات اللي مخلياني منبهر بتوصيل الفليفر او توصيل الليكويد وخروجه مع سيستم الهواء. بيديك حته ثرو هيد ما بتلاقيهاش في اي تانك تاني. يعني برضو اول ما بدينا فيب كان التنكات كلها المتعارف عليها كان الاير فلو السفلي. العلوي ده بقى جديد شويه، يعني الاكسبرمايزر في 4 هو اير فلو علوي. ليه مميزات، ليه عيوب، انما احنا لما بدانا، لما اتعودنا، لما الناس بدات تهندس الاتوميزرات في عموما في كل العالم بدات بالاير فلو السفلي. طب ليه انا بعمل لك ريفيو لتانك قديم جدا في السوق او قديم جدا اصداره؟ بعمل لك لان هو المتوفر حاليا في السوق المصري. يعني اغلبيه المحلات اللي بتبيع اتوميزرات لازم تلاقي عندها التانك البسكر بي 3. نظام حته الازاز الاضافي ديت والشمن الاضافي مدياني تجربه مختلفه شويه. هتقول لي ليه يا دولي؟ هقول لك يا معلم، انت هنا مع القصه اللي انت شايفها او مع طولة الشمن ديت في ناس بتحب ايه؟ الطرقعه في الكويلات. فموضوع الطرقعه بيسبب سبيد باك في البق، اي الليكويد بيطلع في بقك مطرح طرقعه الكويل. ففكره انك تعمل شيمني طويله فانت هتستمتع اكتر، هتاخد صوت طرقعه اكتر للناس اللي بتحب صوت الكركره والطرقعه في الفيب. وبرضه عشان خاطر الناس اللي انا برشح لها التانك فيبقى عندها فكره او خلفيه ازاي او التريكات اللي تتعمل وانت بتستعمله عشان ما تقابلش فيه مشاكل الليك اللي التانك ده اتشهر بسببها. اتشهر ان هو اكتر تانك بيسرب، اكتر تانك بيليك. اسفين يا عم بسكر بي 3 على السمعه اللي انت خدتها في السوق المصري بتاعنا. على فكره التانك ده في العالم كله كل الناس بتستعمله، كل الناس كيفه الام تي ال معاها البسكر بي 3. بسبب دوت والسبب اللي انا شفته وشفت ناس قديمه جدا مهما طلعت اتوميزرات ومهما طلعت تنكات برضه مستمرين على استعمال التانك ده. فالتانك ده انا حبيته لما لقيت ناس كتير بتجيبه فقمت هاته جربوا استعملوا. فظن كده ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عندك اي استفسار عن اي منتج او عن اي تانك حابب ان احنا نتكلم عنه غير ده وغير الاكسبرمايزر في 4 هستنى رايك في الكومنتات او طلبك اللي انت عايزنا نعمله او نتكلم عنه. ما عنديش ادنى مشكله. لو مش متابع الانستجرام فانت فايتك كتير. ولو ناس تعمل لايك والسبسكرايب هنا فانا بفكرك عشان ده مهم بالنسبه لي. اخوك الدولي يمسي عليكم بيقول لك دمتم صادقين في حبكم ويا رب افضل عند حسن ظنكم. سلام.